النادي الاهلي بيتعادل مع البنك الاهلي تعادل سلبي، ومش مستغرب من التعادل. ليه مش مستغرب من التعادل؟ لان المشاكل اللي حصلت في النادي الاهلي الاخيره دي لازم يبقى ليها توابع، سواء خارج الملعب او داخل الملعب. فتوابعها بدات بتظهر عليك اهو ماتش النهارده. مش هقول لك الاهلي ما لعبش، لا، هو الاهلي ما جاش، الاهلي ما حضرش. بدايه من محمد الشناوي وفي تعامل الازمات، بغض النظر مشكله الشناوي مع امام، طبعا كابتن الفريق فوق اي حد، لان ده كابتن الفريق الاهلي فهيمثل النادي الاهلي، ماليش دعوه بالنقطه دي. النقطه الاهم بالنسبه لي هو ليه الشناوي ما بيقعدش دكه لشوبير؟ انا عايز حد يطلع يجاوبني على السؤال ده. ليه الشناوي بيرفض يقعد دكه لشوبير؟ يا كابتن محمد يا شناوي، يا كابتن النادي الاهلي، حط تحتها مليون خط. ليه كابتن النادي الاهلي بيرفض يقعد دكه يا جماعه؟ انا كلاعب لسه داخل الاهلي ما بقاليش سنه ولا اتنين، واشوف التعامل ده من كابتن الفرقه للاعب صاعد واعد اسمه مصطفى شوبير انقذ الاهلي النهارده من هزيمه. انا لما اشوف كابتن الفرقه بالمنظر ده، انا كلاعب لسه جاي المفروض ان انا اعمل ايه؟ اتعامل بتحضر واتعامل بثقافه النادي وبمبادئ النادي. اذا كان انا ككابتن الاهلي ما بتعاملش بمبادئ الاهلي، يبقى انا ازاي بطالب اي لاعب لسه جاي جديد يتعامل بمبادئ الاهلي؟ فاول نقطه لازم تقف عندها هي محمد الشناوي، ليه يرفض يقعد دكه لشوبير؟ دي النقطه اللي بالنسبه لي هي الاهم من المباراه، لان هي كمباراه مجملها تسديدتين للاهلي، اقفل المباراه على كده. هي كمباراه ما فيهاش فنيات، كمباراه ال 11 لاعب كلهم يتغيروا وينزل 11 غيرهم، ما فيهمش لاعب بارز، ما فيهمش لاعب واضح، ما فيش لاعب تقول عليه هو اللي كان فيه الرمق شويه. انا قلت لك الجيل ده في لاعب هيديك ماتش و10 لا، يظهر لاعب بعديه في الماتش اللي بعديه يديك ماتش و10 لا. مش هتقدر تحط ايدك على لاعب يديك 3 4 سنين ورا بعض، انسى الكلام ده. دخل الاهلي المباراه بتشكيل بالنسبه لي غريب، تشكيل اغرب، تشكيل مش قادر افهمه. انا عايز افهم، انت خالد عبد الفتاح بتلعبه باك رايت، تمام ماشي، هاني كان مصاب، عمر كمال كان مصاب، عمر كمال جاهز بقاله ماتشين، ما بدأش ليه؟ عمر كمال ما بدأش، خالد عبد الفتاح تعبان، من الصفقات الطفش اللي الاهلي اتعاقد معاها. ليه ابدا بخالد عبد الفتاح؟ نص ملعب الاهلي مهلهل بطريقه مش طبيعيه. هنيجي لنص الملعب، بس قبل ما اجي لنص الملعب، هو انا جايب يوسف ايمن ليه؟ عشان اشوف رامي ربيعه وياسر ابراهيم تاني مع بعض؟ يا جماعه ما تلقطوناش وما تتعبوناش. انت دلوقتي بتطالب ان انت محتاج تعمل روتيشن وتبديل وتغيير عشان الفرقه تقف على رجليها. جميل، انا ياسر ابراهيم ورامي ربيعه في الملعب كل ماتش كارثه عن الثانيه. ليه البنك الاهلي بقى بيعمل عليها تحولات هجوميه؟ انت متخيل؟ البنك بيلعب على الاهلي كاونتر اتاك بطريقه ترعب، بطريقه مفزعه، كل كوره اخطر من اللي قبلها. احنا كنا بنلعب ياو النور، انت متخيل؟ ياو النور كان مرعب النهارده بالنسبه لنا احنا كاهلاويه. قلبين الدفاع طفش، اركن قلبين الدفاع. نيجي لنص الملعب اللي تايه، نص الملعب اللي سارح، عندي اكرم على الدكه وعندي السوليه، كوكا ليه في نص الملعب؟ ليه كوكا؟ شايفين ايه في كوكا؟ انت كمدير فني شايف ايه في كوكا حلو؟ كوكا جميل في ايه؟ لا استلام لا تسليم لا تحضير لا بناء هجمه لا اي حاجه في اي حاجه، لا كثافه عدديه بتتم ولا يعني دفاعيا مش احسن حاجه، هجوميا زي الزفت. ايه الميزه في كوكا؟ ان انت بادئ لي بيه. طب ليه بادئ لي بكوكا؟ في السوليه، في اكرم، في مليون لاعب يلعب، ليه ابدا اصلا بثلاثه في نص الملعب؟ ما هو مروان وقفشه حلو قوي على كده، حلو قوي على كده. وازود، انا بلاعب البنك الاهلي، ما بلاعبش ريال مدريد. هم لما نقابل بطل امريكا الجنوبيه او بطل المكسيك هنعمل ايه؟ لولا مصطفى شوبير في الشوط الاول كان البنك طلع 3-2، مش هبالغ، 2-0 للبنك. انت متخيل؟ البنك الاهلي بيهدد، البنك الاهلي مسيطر، البنك الاهلي واقف صح، عارف اخطائك فين، عارف قلبين الدفاع عندك في البلاله في الطراوه، وبيلعب على المرتده بكره واحده لونج باص بيخبط لك خط الدفاع. كل سنه وانت طيب. يو النور في مواجهه شوبير، وشوبير بيتالق. اول مره احس ان لاعب مؤثر بالطريقه دي زي اسامه ابو علي. ايه كهربا ده يا جماعه؟ ايه كهربا؟ انا نفسي كهربا يعمل مشكله عشان يمشي، مش يعني انا عايزه يمشي، انا مش عايز كهربا يعمل مشكله عشان يعمل مشكله، لا، انا عايز كهربا يمشي. ده محسوب على الاهلي لاعب ليه؟ تعالى كده اقعد كده افكر، انا ليه اشيل هم لاعب زي ده بغراماته بقرفه بمشاكله؟ محسوب عليا لاعب ليه؟ محسوب عليا لاعب بيقبض مرتب ليه؟
ليه؟ عايز افهمها، ليه كهربا؟ ندخل الشوط الثاني، بص بداتوا بتبديله يعني ده اللي انا قاعد بقوله طول الشوط الاول. اول حاجه خرجتها كوكا، ابدا بيه ليه اصلا؟ انا ابدا بام كوكا ليه من الاول ونزلت السوليه؟ ما من الاول ابدا بالسوليه. ماتش في الدوري، ماتش خفيف على الاهلي، خفيف على السوليه، هنقول مش هنديله 90 دقيقه بس ابدا بيه على الاقل يعني. انا اشوف السوليه اهون لي بكتير قوي من ان اشوف كوكا في الملعب يعني. عشان تيجي تبديلات النادي الاهلي، السوليه مكان كوكا في الدقيقه 70 بقى حلني بقى. انا شايف الشحات من اسوأ لعيبه الاهلي. خالد عبد الفتاح الجبهه دي على الله حكايتها. ليه الدقيقه 70؟ ليه الدقيقه 70 رضا وعمر كمال؟ ليه بتفكر متاخر قوي كده؟ ده انت ان شاء الله كده اخرك معانا يناير. يعني مش عايز اقف كتير عند بس تقول ان انت اخرك معروف في يناير وتتكل على الله وكفى الله المؤمنين الشر والقتال عشان احنا قضينا، يعني احنا جبنا اخرنا منك خلاص. بتنزل لي رضا سليم وعمر من بدري قوي، مش من الدقيقه 70. ما اقعدش انا للدقيقه 70 محروق دمي. الاهلي مش عارف يعمل تمريرتين على بعض، مش عارف تبني هجمه، البنك راصص رصه صح. لا عندك حلول هجوميه ولا عندك حلول من طرفين الملعب اللي المفروض يبقى ليهم دور. لحد علمي وما بنتفرج على كوره اوروبيه، طرفين الملعب سواء الباك رايت او الباك ليفت ليهم دور هجومي ودور واضح ودور بارز ودور مهم. وطول عمر النادي الاهلي كده. ففي الفتره الاخيره دي انسى الكلام ده. ما تفكرش وما تدورش ان انت يبقى ليك دور كطرف ملعب. انت اخرك خلاص بتوصل، عرفت تعمل عرضيه خير وبركه، ما عرفتش ارجع مكانك تاني على طول. عشان تيجي هدف لرامي ربيعه ويتلغي، فاكس حرام اصلا يعني. انا لو طلعت كسبان 1-0 البنك انا هبقى زعلان، انت متخيل؟ هبقى متضايق، هصدقه برضه يعني، هطلع انتقد مش همدحك. ليه؟ انت زي الزفت، ما تستحقش تكسب بغض النظر عن الهدف اللي جه، وهو هدف ملغي تمام يعني، مفيش فيه اصلا اي مشكله. نيجي بقى الفرصه، حبيب قلبي كهروب، اخطر فرصه للاهلي مش في المباراه، اللي للاهلي انت والشبكه وبتضيعها بره. ليه؟ انت لعيب، اصبروا عليه بس يا جماعه. بعيد عن الملعب، الراجل بعيد عن الملعب، ما بيشاركش فما بيتمرنش كويس، فطبيعي انه ينزل يبقى بالمستوى ده. اصبروا عليه يا عم، ده هو والشبكه. ده لو اي عيل صغير لسه رضيع لمسها تدخل، بس اصبروا عليه. كهربا حلو جاي، كلها 4 سنين في الاهلي يا عادهم، كل اللي قعدهم 4 سنين ما لحقش لسه ينسجم مع الفريق. اصبروا عليه بس، اهم حاجه تصبروا عليه. تيجي تسديدها كهربا في الدقيقه 86 بعدها على طول جنب الكوره، انسى كهربا حبيبي خلاص. ايه فرصه بتيجي مره حبيبي، فرصه يا كوكو يا ننوس عين ماما بتيجي مره. يعني انت ما عرفتش تجيبها والشبكه فاضيه فبتقطم وعايز تجيبها بشمالك يا جاحد. الاخرى دول انا مش قادر استوعبهم، مش قادر افهمهم. خرجت الشحات تمام، نزلنا سمير محمد، طب قفشه خرج ليه؟ الدبيس يعني الدبيس، تفتكر انت كريم الدبيس نازل يعمل ايه؟ ياخد مكافاه المباراه مثلا؟ نازل ياخد تحيه الجمهور مثلا؟ نازل ياخد حاجه يعني؟ مش عايز اخرف، نازل ياخد ايه الدبيس؟ ليه الدبيس اصلا؟ ليه الدبيس؟ ما تسالش. كولر فنان فشيخ، اجمد مدرب في القاره، هو هيعمل اللي هو عايزه. الاهلي محتاج صفقات مش مهم، الاهلي محتاج لعيبه كتير مش مهم. هتروح تلاعب بطل امريكا الجنوبيه بنسبه 100% تلاعب بطل امريكا الجنوبيه بالمستوى ده؟ مش مهم، طز يا عم، ايه المشكله يعني؟ يا عم نفسنا نعدي نص النهائي، مش هتفرق كتير يعني. عدينا نص النهائي، عملنا ايه؟ هنكسب ريال مدريد؟ طب اعدي حتى اخد ميداليه جديده، مش مهم. يا كابتن محمود عايزين ندعم الفريق، مش مهم. يا كابتن محمود مشيت ديانج ومشيت حمدي فتحي ومشيت عبد المنعم ومشيت عبد الله، مشيت لعيبه كتير يا كابتن، فين التدعيمات؟ طز، مش مهم. الساعي اللي جبناه المفروض يلعب، يا ساعي مين يا راجل؟ بلا ساعي بلا ساعي بريد بلا بتاع، فكك. هو ده منظر الاهلي، وهي دي الصفقات اللي الاهلي ابرمها. والمفروض ان انا اشوف واحد زي الساعي. ليه الساعي مش في الملعب؟ ليه قلبين الدفاع اللي انا جايب داري ده اللي جاي اعالجه هنا؟ داري ده قصه محمود متولي برو ماكس، ده محمود متولي برو ماكس. يعني محمود متولي شفناه ماتشين ده ما لحقناش نشوفه، ده محمود متولي برو ماكس ده. فاهم حاجه بمنتهى الخرا، لعيبه بتلعب بدون غيره على التيشيرت وبدون حميه. اللاعب خلاص ضامن انه محدش هيكلمه، محدش هيقول له انت عملت ايه، خلاص مين هيكلمك؟ اتعادلت مع الاتحاد، كسبت استاد ابيجان، ماتش تعبان زيك تخلصه 7-8-0، كسبان 4-2 بالعافيه واداء زي الزفت. بتيجي النهارده تتعادل مع البنك الاهلي، مفيش حد هيكلمك. تعادلت، ضيعت نقطتين، عمال تتعادل وتنقط، محدش هيكلمك. ليه؟ مفيش اداره في الاهلي.
وطول ما فيش اداره اوعى تسال لا مدير فني ولا لاعب. سلام.